هالهلي يم العراقيين من حقك تفرحين، نص ولدك يلعبوا ونص وقفوا ويعزبوا يما شديت الراية على زنودي وللوطن يا روح جودي، ما ننسى الوطن يا يما والعيون نشد الهمة. تسالف باخباري ومدلل يطلع خطاري، ما نتعب عد عينك يما ورايتنا ندق على القمه. يما شديت الرايه على زنودي للوطن يا روح جودي، لا تنسى الوطن يا يما يا وليدي هالهلي وتباهي بس ماي يا محاتم الطاي، يا لشيلتك سفرة من زاخو للبصرة يما هالهولة بصوت السبعينة ولد العم كلنا التمينا، وما يتبرد دمعة دمه والخوة بفضلك من دمه. خليجك مشتاقة وطايج يا محلى اللمة والراية ترفرف بالقمة. يما شديت الراية على زنودي للوطن يا روح جودي، لا تنسى الوطن يا يما يا وليدي شد الهمة. يا وليدي شد الهمة يا وليدي شد الهمة. يما شديت الراية على زنودي وللوطن يا روح جودي، يما وللوطن يا روح جودي، يما. علي يتقدم، علي والضوء الأخضر للتنفيذ، علي عدنان، علي عدنان. نعم، هذه روحية اللاعب الخبرة والمحترف والمنضبط، نعم والملتزم علي عدنان، وبكل ثقة يرسل ركلة ترجيحية ثانية بنجاح أرسلها بزاوية، وجوربرت ذهب بزاوية أخرى، ومن هناك تحية لجلال حسن لإعطائه الثقة. رد وحدة يا جلال، إذا رد وحدة جلال أمور المنتخب الوطني عال العال، وبامتياز جلال من هناك بركلة ثالثة للهند. نعم، مع مساعدة من جلال في هذه اللحظات تدخل الكرة القوية في الكرة الماضية، في اللقطة الماضية. نعم، تصدى جلال ولكنها دخلت نعم، واقتحمت مرمى المنتخب الوطني. ثالث الركلات الترجيحية للمنتخب الهند، ضياع واحدة ونجاح ركلتين، والآن الركلة الترجيحية الثالثة للمنتخب الوطني العراقي عن طريق أيمن حسين، سجل ركلة جزاء في المباراة، تعادلنا على إثرها، والآن ينفذ الثانية بنجاح، الثانية من خلالها يبصم للمنتخب الوطني على ثالث الركلات الترجيحية بنجاح، ينفذها في هذه الدقائق المرعبة. نعم، اللحظات المرعبة على جماهيرنا، مشاهدينا، متابعينا. وإلى الآن أمورنا نعم تتقدم للأفضل وتبحث عن الارتقاء إلى النهائي. اللاعب أنور علي تقدم، أنور علي لاعب المنتخب الهندي صاحب 23 سنة، المباراة رقم 17 الدولية، يتقدم للتنفيذ، قوية جدا وبعيدة على جلال، ينفذ
الركلة الثالثة بنجاح، وهي الرابعة للمنتخب الهندي بركلات الترجيح. بركلات الترجيح يرسلها من هناك جلال، نتصدى لركلة واحدة. نرتقي ونؤمن ونبصم على بطاقة العبور إلى المباراة النهائية. أمين الحموي يتقدم أمين لتنفيذ الركلة الترجيحية الرابعة للأسود. الرابعة للأسود أمين وجوربرت. أمين يتقدم، الضوء الأخضر لأمين. أمين للركلة الرابعة لأمين. ممتاز ممتاز. أمين الحموي ينفذ الركلة بكل ثقة لهذا اللاعب صاحب طبعا 20 سنة، ينفذ بنجاح. لاعب نادي هيلسنبورغ السويدي لأول مباراة دولية، ومن هناك أساس ولسان الحال يقول بأن مراهنتي على هذا اللاعب لم تذهب عبثا، ويفرح باختياراته ركلة ترجيحية. إذا ضيعها المنتخب الهندي، المنتخب العراقي إلى الدور المقبل، إذا ضاعت منتخبنا الوطني إلى الدور المقبل، إذا سجلت يؤجل ويمدد الحسم بركلة أخيرة للهند، خامسة للهند تنفذ بنجاح، رابعة تنفذ بنجاح، وهي الخامسة في جميع الركلات. نعم، في جميع ركلات الترجيح. من أصعب، إذا سألت أي مشاهد عاشق متيم في كرة القدم ما هي أسوأ اللحظات في كرة القدم، أقول لك ركلات الترجيح، الموت البطيء، ركلات دقات القلب. الركلة الأخيرة لبشار بشار الكرة الأخيرة إذا نفذت بنجاح يا بشار نذهب لمقارعة لبنان أم تايلاند. بشار للأخيرة، بشار يبصم بآخر الركلات على بطاقة العبور للأسود لبلوغ المرحلة النهائية للمرة الثانية في تاريخه في مشاركاته في هذه البطولة. تأهلنا في عام 2007 والآن نعود للتأهل إلى البطولة، إلى نهائي البطولة، لانتظار